كل سنة وانتم طيبين. أكلنا طبعا الفتة واللحمة واتبسطنا، وأكيد يا بنات محتاجين تغيير. ايه رأيكم نعمل النهاردة الفطير الخطير؟ بشوية مية ودقيق هنعمل أحلى فطير. فطير مورق يا بنات وزي الفل، زي ما انتم شايفين كده طبقات جلاش، حاجة كده يا بنات هايلة تفتح نفسكم. هقولك بقى على طرق الفطير اللي بصي هتطلع معاكي فطير ناجح جدا جدا، من اول بقى الدقيق لحد العجينة وطريقة الفرد، طريقة التخمير. الناس بقى الكتير اللي بيقولوا بيضاف له خميرة ولا بنضاف له بيكنج باودر، النهاردة يا بنات هعمل لك الفطير الخطير بمية ودقيق وبس. اه والله زي ما بقولك كده، انا هنا في وصفات الغلابة جايلك من الزمن الجميل. هنقدم مع بعض وصفات سهلة جدا، اقتصادية وبسيطة وعلى قد الايد. بس طبعا وزي كل فيديو، لو اول مرة تشوفيني وعجبك الفيديو لايك وشير وتمني لي من قلبك الخير. كومنت حلو منك تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى ايه الوصفات اللي تحبي او حبيتي ان احنا نقدمها لك. مقاديرنا يا بنات زي ما انتم شايفين سهلة جدا وبسيطة وعلى قد الايد. كمية الدقيق مش هقولك مقدارها، الكمية اللي انت عايزة تعمليها على عدد افراد اسرتك. كيلو الدقيق يا بنات بياخد معلقتين من السكر، رشة من الملح، يعني من ربع لنص معلقة صغيرة من الملح، بس كده خلاص. دي المقادير بتاعتنا يا بنات، في اسهل وابسط من كده طبعا مش هتلاقي. وعشان اعجن العجينة بتاعتنا النهاردة يا بنات، اول حاجة عايزاكي تقص ضوافرك عشان خاطر وانت بترقي العجينة ما تتقطعش معاكي العجينة. بعد كده يا بنات هندوب السكر والملح كويس قوي، دوبتهم في كوباية من المية. وهنا للأسف المصور ما جابليش المية وانا بكبها على الدقيق. والله يا بنات العجينة دي لا بتحتاج بيكنج باودر ولا بتحتاج اي خمير. طيب ايه العامل اللي هيربط او هيرفع معايا النهاردة الفطير؟ الفطير يا بنات ما بيحتاجش غير لتريح. والتريح ده يعني ايه؟ التريح ده اللي هو ايه؟ زي التخمير كده، بس طبعا زي ما قلنا ما بنضافش له اي مواد رفع. اه والله يا بنات زي ما بقول لكم كده، مش قلت لكم هبهركم؟ يعني هبهركم. جبت يا بنات الدقيق وحطيته في طبق زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى انزل بالمية. بصي في دقيق بيقبل المية ودقيق تاني ما بيقبلش. طبعا انا بكون وانا بشتري دقيق يكون عنده قابلية للعجن، او ايه دقيق فيه عير عشان ياخد ويدي معانا بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه. زي ما انتم شايفين بقى يا حبايب قلبي، هبدأ اعجن بالشكل اللي انتم شايفينه. واهم حاجة اخدم العجينة واعجنها كويس اوي. انا عايزة العجينة يا بنات تتعجن في الاول كده على الناشف، مش على الناشف يبقى على الناشف. يعني معنى ان بعجن على الناشف يعني بعجن على حسب ما الدقيق يحتاج ميه، يعني ننزل شوية بشوية لحد ما احس ان العجينة اللهم بارك لمت معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفين. شايفين يا بنات اللهم بارك العجينة بقت ملمسها ناعم، حاجة كده يا بنات زي الفل كده زيكم. ده بقى يا بنات القوام المطلوب للعجين. هنا بقى عايزاك تشهدي، يعني هننطق الشهادة على العجين، وعادة من عوايد وأمك كانوا دايما يشهدوا على العجينة. لا وفي ستات كبار بقى يشهدوا بقى الشهادة بتاعتهم ايه بقى، يقعدوا يقولوا النبي عدى عليا قال لي شهد يا صبية، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. فقولوا لي بقى كانت في عاداتكم أو عادات أهاليكم كانوا بينطقوا الشهادة ويقولوا إيه؟ هنا بقى يا بنات بجيب بقى كمية الزبدة لكل 3. بصوا اللي قالب الزبدة اللي هو الكيلو بيعمل 3 فطاير كبار، من 2.5 دقيق ل3 كيلو دقيق. يبقى احنا هنا يا بنات 3 كيلو دقيق بيعملوا معانا اللهم بارك بيحتاجوا الزبدة وليكن كيلو زبدة. هسيح بقى يا بنات الزبدة والعجينة هسيبها ترتاح. زي ما انتم شايفين ده شكل العجينة زي ما وريتها لكم. الزبدة اللهم بارك سيحتها، تقدري ان انت تدعكيها بين ايدك وتخلي قوامها كده كريمي زي الكريم شانتيه كده بالظبط. كل ما هنضرب في الزبدة يا بنات هنلاقي قوامها بينعم معانا ولونها بيفتح. وهنا اقدر اقولك ان الزبدة لازم تكون ناعمة خالص او سايحة على نار البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين. لو فيها اي خرز يا بنات ممكن يقطع معانا العجين. العجينة اللهم بارك ناعمة، ملمسها هايل، قوامها مظبوط زي ما انتم شايفين.
عجينة لا هي مرقة ولا هي ايه، ولا هي يابسة، لا ناشفة ولا طرية قوي يعني. اقسم العجينة يا بنات، اللهم بارك، كان معايا تقريبا كده 2 كيلو ونص من الدقيق، هقسمهم على فطرتين ونص. لك حرية بقى انك تكبري الفطيرة او تقلليها. الصينية بتكون مدهونة زيت يا حبايب قلبي، طبعا عشان العجينة ما تلزقش خالص. لو هنعملها فطيرة كبيرة، الفطيرة بتتقسم لجزئين زي ما انتوا شايفين. الجزء بيبقى تقريبا كده نص كيلو من العجين، العجين مش الدقيق، العجينة المعجونة بالمية. اهم حاجة يا حبايب قلبي ان بقرصها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده في الكاميرا. طبعا الكاميرا موضحة كل حاجة قدام منكم. اهم حاجة اللفة او التقريصة اللي انا شغالة فيها دي تكون مقفول، ملمسها ناعم يا بنات من فوق ومن تحت. الجزء اللي انا بقفله طبعا لازم يكون ملامس للصينيه. يبقى هنا اول مرحله انا عملتها، عجنت العجين وسبته يرتاح شويه من ربع ساعه لنص ساعه، طبعا على حسب درجه حراره الغرفه. يعني في الصيف العجين بيرتاح على طول، اما في الشتاء يا بنات بتسيبيه لفتره اطول. بعد كده يا حبايب قلبي قرصت العجين بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. 2 كيلو ونص من الدقيق هيعملوا معايا اللهم بارك فطيرتين كبار وفطيره صغيره. يبقى تاني مرحلة للتخمير بتاعنا أو الترييح، هو ما بتسماش تخمير، بلغة الفطاطرية بيبقى اسمه ترييح. العجينة بترتاح شوية كده من الزيت وأحطهم على وش الفطاير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وأغطي يا بنات بأي كيس شفاف أو أي غطا موجودة عند حضرتك. وهنا بقى التغطية ليه؟ عشان العجينة ما تشققش معانا وتنشف. يبقى دي تاني خطوة أو تاني مرحلة احنا عملناها مع بعض. اسيب بقى يا بنات الفطاير دي او اسيب العجينة دي ترتاح كمان من ربع لنص ساعة. والله يا بنات المراحل بتاعتها ما بتاخدش اكتر من ساعة ان شاء الله، وما تفتكريش ان هي مراحل صعبة كلها. بعد ما العجينة ارتاحت يا بنات تقريبا ربع ساعة، لان احنا في الصيف والجو ما شاء الله اللهم بارك زي الفل، هبدأ بقى يا حبايب قلبي اجيب العجينة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وعلى طول يا حبايب قلبي هبدأ ان انا افرد طبلية بقى بتاعتك ونقطة كده من الزيت، وزي ما انت شايف ده الرح او الترقيق بتاع العجين. كفة ايدك من فوق ومن تحت وتمسكي العجينة واملكيها، بس اهم حاجة زي ما قلتلك تكوني قصة ضوافرك عشان ما تقطعيش العجينة بتاعتنا. اللهم بارك يا بنات، العجينة بتتفرد معانا بكل سهولة، ولو اتقطعت والله ما تقلقي، كل ده بيتجمع كله في قلب الفطيرة وما بيبانش. دي اول طبقة زي ما انتوا شايفين، هبدأ اعمل على طول تاني طبقة. اللهم بارك يا بنات، بيبقى فيه استمتاع كده ولذاذة وانت بتعملي الوصفة. اهم حاجة عايزاكي تعملي الوصفة بحب. كل ما عملت الوصفة بتاعتك بحب ايا كانت امكانياتها ومهما كانت بساطة الوصفة، صدقيني هتعملي احلى حاجة لولادك. شايفين بقى اللهم بارك طريقة الرح سهلة وبسيطة زي ما قلتلك. وهبدأ بقى ما شاء الله يا بنات افرد فطيرة ورا التانية بالشكل اللي حضراتكم شايفين. الفطيرة طبعا بتكون مكونة من جزئين، زي ما شفتوا عملت الجزء الأولاني وركنته على جنب، وبعد كده على طول هعمل الطبقة التانية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه يا بنات. ومجرد اللهم بارك ما العجينة ما شاء الله تتفرد معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه، هنزل على طول بطبقة الزبدة، زبدة سايحة أو زبدة كريمي، أهم حاجة إن انت توزعيها على وش الفطيرة بالكامل. دي بقى تاني طبقة، بجيب الطبقة اللي احنا فردناها في الأول يا حبايب قلبي واحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنا لو عديتي بقى عدد الطبقات هتلاقيها اللهم بارك ما شاء الله كتير. اجمع فطيرتي على شكل كورة واحطها في الصينية، وعادي لو ما دهنتهاش زيت الفطيرة ما شاء الله غرقانة بالزبدة، اركنها على جنب. دي بقى تالت او اخر مرحلة يا بنات للتخمير. بعد كده اسيبها برضو لمدة على الاقل ربع ساعة، وبعد كده يا بنات هفردها بكفة ايدي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بتتفرد معانا بكل سهولة، اي بابلز او اي فقاعات هتلاقيها كده ما بين الطبقات وبعضها، مش عايزاكي خالص تضغطي عليها ولا تفرديه، ولا قصدي ايه ولا تفجريه. اللهم بارك الفطير بتاعنا بقى هايل يا بنات ما شاء الله، بقى زي الفل. اول ما الفطيرة تتفرد معانا بكل سهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه، فرن سابق التسخين وادخلها في الفرن، واللهم بارك هتاكلي احلى فطير وبمكونات ميه ودقيق. اه والله يا بنات زي ما بقول لكم كده،
خلص الفطير. بيحتاج طبعا النار عالية، أهم حاجة النار بتاعتنا تكون عالية. اللهم بارك، حاجة كده زي الفل. جلاش يا ولاد، والله جلاش. لو وصلت لحد هنا وشايف ان الفيديو يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي لي الفيديو بلايك حلو منك، كومنت حلو، تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى ايه الوصفات اللي تحبي او حبيتي ان احنا نقدمها لك. في نهاية الفيديو ما تنسوش تحبوا بعض